يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس وتقولي رايك في الكومنتس في الاخر. كنت قبل كده اتكلمت ان انا محضر لكم اكتر من مفاجاه في شهر 4 ان شاء الله. من المفاجآت دي يا شباب هي انشاء تطبيق كامل يساعد الطلبة في ان هي تقدر تذاكر الكورسات بشكل عام. وطبعا هنا انا بتكلم ان هو هيكون تطبيق يساعدك تجهز نفسك كفلاتر ديفلوبر، سواء من حيث المذاكرة او مثلا الانترفيو او غيره. يعني هيكون تطبيق يقدر يساعدك بشكل كامل ان شاء الله. فحابب كده اخدك في تور بسيطة في التطبيق وتشوف ازاي ممكن يفيدك فعلا في الكارير اللي انت ناوي تبتدي فيها. فطبعا في البداية خالص زي ما انت شايف انا عامل ران للتطبيق. اول حاجة طبعا هيقولك ان انت المفروض تدي بريميشن للنوتيفيكيشنز، فطبعا هندي بريميشن ونبتدي نستخدم التطبيق. خلي بالك انا طبعا لسه ما رفعتش التطبيق على الستور، لكن بالفعل هو تقريبا 90% انتهى. انا حبيت بس الاول اخد فيدباك كده مبدئي عشان لو في حاجة ممكن اعدلها قبل ما ارفعها على الستور، وبعد كده ان شاء الله هيبقى متاح للاستخدام. مبدئيا في البدايه خالص انت بتحدد المستوى بتاعك. طب ايه الفكره في كده؟ الفكره في كده ان انا ببتدي اجهز لك رود ماب معموله للمستوى الخاص بيك. يعني لو انت لسه ما اتعلمتش اي حاجه بتستارت فروم سكراتش، لو انت عندك الاساسيات بالفعل، او لو انت عندك خبره كويسه، او لو حتى انت كنت ساموراي يعني خلاص انت مقفل اساسا الكارير دي، فبالتالي انت بتختار اللي انت عايزه او المستوى بتاعك. وبعد كده انا بحدد رود ماب على اساس المستوى ده. تعال نضغط كونتينيو ونشوف اللي هيحصل. طبعا مجرد ما تضغط على كونتينيو انا بعمل شويه كونفيجريشنز كده، مش هياخد ثواني حرفيا. وزي ما انت شايف بنتحرك على الهوم بيج. الهوم بيج بيبقى محطوط فيها الكورسات اللي انت المفروض هتبتدي وتذاكرها عشان تخلص المستوى ده وتقدر تبتدي وتنقل على المستوى اللي وراه، تعمل ليفل اب كده يعني وتدخل على المستوى اللي وراه. طبعا لو لاحظت معايا هتلاحظ ان الكورسات مترتبه هاشتاج 1 2 3، والترتيب ده المفروض اللي انت هتتبعه عشان تخلص الرود ماب اللي قدامك دي. طبعا الترتيب كل ما تقل بالمستوى كل ما يكون ريكوايرد. يعني لو انت لسه بتبتدي فالترتيب ده حاجه اساسيه. لو انت عندك مثلا خبره كويسه فممكن تعكس الكورسات على حسب اللي انت شايفه مناسب ليك. فبالتالي الترتيب واهميته بيعتمد على المستوى اللي انت فيه. طبعا لو انت لسه بتبتدي فيفضل تلتزم بالترتيب اللي انا حاطه. يعني اول مستويين يفضل تلتزم بالترتيب، غير كده ممكن تعكس الترتيب زي ما انت شايف. طبعا عندك فوق كده بروجرس بار بتقول لك انت خلصت قد ايه من الكورسات دي، حاجه لطيفه يعني. وبعد كده ممكن تختار الكورس اللي انت حابب تبتدي فيه. بمجرد ما بتختار الكورس انا مش بسيبك، لا انا كمان بجهز لك جدول مذاكره معمول على حسب عدد الساعات اللي ممكن تذاكرها في اليوم. يعني لو انت شخص قررت ان انت هتذاكر ساعه او اتنين، 3 أو 4، 5 أو 6، 7 أو 8، كل اللي انت بتعمله ان انت بتختار الوقت اللي ممكن تذاكره في اليوم. وبعد كده انا بنشئ لك جدول للمذاكرة معمول للكورس ده خصيصا على اساس الوقت اللي انت ممكن توفره في اليوم، بحيث ان انت خلاص مش محتاج تتعب دماغك نهائي. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تشوف داي 1 عندك مذاكرة ايه بالظبط وتبتدي تذاكر الكلام ده. فبالتالي بتضغط هنا كونتينيو. زي ما انت شايف بيظهر لك كده جدول داي 1 بالمحاضرات اللي فيه. وهنا في بروجرس بار انديكيتور طبعا بتقول لك انت خلصت قد ايه من الكورس، بحيث ان انت يبقى عندك كده زي انديكيشن انت مخلص قد ايه. وطبعا خلي بالك الترتيب اللي قدامك ده معمول بشكل يدوي. يعني تقسيمة الكورسات اساسا وجدول المذاكرة دي معمولة بشكل يدوي، بحيث ان وقت المحاضرة بيتاخد في الحسبة. يعني انا مش عامل الجدول كده بشكل عشوائي وخلاص النهارده 10 محاضرات بكره 5 والكلام ده، لا خالص. وقت المحاضره متاخد في الحسبه، بحيث ان انت عندك مثلا النهارده هتذاكر ساعتين فعلى الاغلب في ساعه كامله ده محسوب منها وقت المحاضرات والى اخره من الكلام اللذيذ ده. فبالتالي كل يوم هتلاقيه في المحاضرات الخاصه بيه. لما بتخلص زي ما انت شايف الايام بتلاحظ ان في هنا زي انديكيشن انت خلصت. طبعا لازم تكون مقفل الايام كلها بالكامل عشان تظهر الانديكيشن دي. المهم ان دي كده جدول للمذاكره. فانا شايف الفيتشر دي يعني لطيفه جدا للطلبه، لان انا شخصيا بحب اعمل الحاجه دي بايدي قبل ما اذاكر اي كورس. وفعلا بتفرق معايا لما الاقي ان دي 1 عندي المحاضرات الاتيه، فده بيخليني التزم بيها الى حد ما. حتى لو ممكن سقطت محاضره او اتنين بس التزمت على الاقل بنسبه 80 او 70%، ده معدل كويس جدا بالنسبه لي. فعشان كده انا حبيت اضيف الفيتشر دي، ودي يعتبر اهم فيتشر بالنسبه لي. هي والرود ماب اللي موجوده قدامي دي، دول بالنسبه لي اهم 2 فيتشر. ومعاهم الفيتشر الثالثه اللي هي الريمايندر. الريمايندر دي حاجه لطيفه جدا برضو انا ضفتها، ممكن تضغط عليها كده وبعد كده تختار انت حابب التطبيق يفكرك كل قد ايه ان انت وراك مذاكره المفروض ترجع وتكملها. فبالتالي انت ممكن تختار ساعه، ساعتين، 3. طبعا في هنا كمان مينتس ممكن تضيفها، لكن ما ينفعش يكون اقل من 15 مينت. يعني ما ينفعش يكون اقل من كده، هيقول لك ان في مشكله
ولازم تزيد عن كده. فبالتالي ممكن تختار ساعة، وما تقلقش الريمايندر شغال حتى وانت في الباك جراوند، يعني حتى لو التطبيق معمول له ترمينيت اصلا. يعني تعالى كده نقفل التطبيق بالكامل. فالمفروض ان كمان شويه، هو طبعا في انيشال ديوريشن كده في البدايه خالص، بعد كده هيعد ساعه 2 3 وهكذا على حسب انت حاطط الريمايندر قد ايه. فالمفروض ان هيظهر لك هنا نوتيفيكيشن بتقول لك بالفعل ان انت وراك مذاكره، المفروض ان انت ترجع وتكملها. زي ما انت شايف ظهرت معانا اهي. يعني المفروض ان انت كده هتفكرك ان انت وراك مذاكره. وعلى فكره انا عملت تيست على الفون بتاعي الشخصي، وبالفعل فادتني جدا الفيتشر دي. يعني لما بلاقيها بحس ان انا ورايا حاجه فبرجع اشتغل على التطبيق ده. فبالتالي ممكن تستخدمها حاجه لذيذه يعني، وهتنفعك اعتقد. طبعا نطنش الصوره اللي ظهرت دي، انا كنت بتست وكده يعني. المهم ان دي فيتشر برضو لذيذه. طبعا غير الفيتشر دي في فيتشر تانية اسمها لاكي درو. دي حاجه انا حاططها للطلبه بحيث ان انت يبقى عندك فرصه تاخد الكورسات الخاصه بيا بالمجان، عن طريق ان انت ليك مرتين في اليوم تقدر ترمي فيهم النرد. ولو جبت 6 و6 فبالتالي ممكن تاخد كورس بالمجان. يعني تعالى كده نجرب مثلا. طبعا بتضغط ضغطه كده، فهو بيبتدي يقلب ما بين الارقام وبعض زي ما انت شايف لحد لما يوصل ل6 و6. طبعا مش هو اللي يوصل يعني لغايه لما انت مثلا توقفه. فلو وقفته على 6 و6 هتكسب. خلي بالك 6 و6 ظهرت اكتر من مره على فكره. هي دي فعلا الفرص الطبيعيه، يعني انا مش مغيرها او مخليها سريعه دلوقتي، لا هو ده الشكل الطبيعي. وعلى فكره انا برضو قللت شويه في سرعه التنقل ما بين الارقام وبعض عشان تبقى الارقام ظاهره قدامك كده بعينيك وانت شايفها. طبعا الحاجات دي ممكن تتغير بصراحه على حسب عدد الطلبه اللي ممكن تكسب، لان انا مش عارف كام طالب ممكن يستخدم التطبيق، فبالتالي كام شخص ممكن يكسب فعلا جوائز. فدي نقط ممكن تتغير اساسا، لكن حاليا انا هسيبها بالمنظر ده. طبعا ممكن تضغط ضغطه كده عشان توقف زي ما انت شايف. هو قال لي هنا congratulations you won. طبعا انا ما كسبتش ولا اي حاجه، لكن انا عاملها كده علشان اكسب في اي رقم عشان اوريك اللي بيظهر لك دلوقتي. طبعا لو انت كسبت فبيظهر لك القائمه دي فيها الجوائز اللي ممكن تستهلكها. طبعا الجوائز حاليا عباره عن كورسات مجانيه. في المستقبل ممكن اضيف حاجات تانية، مثلا زي موك اب انترفيو مثلا، او ممكن ريفيو على السي في، او حاجات تانية ممكن برضو تضاف في المكان ده. هتلاقي مع كل كورس العدد اللي ممكن تستهلكه. هنا طبعا 10 من 10، يعني خلاص ما ينفعش تستهلك الكورس ده تاني، خلاص كده الموضوع انتهى على كده. لكن في كورسات تانية ممكن تاخدها. طبعا مجرد ما بتضغط ضغطة كده هيبتدي ياخدك على موقع يوديمي، وهتلاقي الكورس بالمجان اساسا. يعني مش محتاج تعمل اي حاجه تاني، كل اللي عليك تعمله ان انت تعمل انرول. طبعا طريقه التقديم ممكن تختلف، يعني انت ممكن ما تلاقيش النقطه دي، ممكن تتحرك من اتجاه تاني وبرضه هتاخد الكورس بالمجان، ما تقلقش. لكن هنا في نقطه حابب انبه عليها. بمجرد ما تضغط على ان انت اخدت الجايزه فخلاص انت كده اخدتها. يعني انت لو طلعت بره التطبيق ورجعت تاني فدلوقتي خلاص كده راحت عليك الفرصه. فركز في النقطه دي كويس جدا، ان انت من اول هنا تكون حريص ان انت تلحق تعمل انرول والدنيا تبقى زي الفل معاك، عشان لو رجعت كده خطوه لورا فخلاص الموضوع انتهى كده. انت لازم تعيد الموضوع ده من الاول. طبعا انت ليك محاولتين في اليوم. تعالى كده نشوف الموضوع ده لما نجرب نعمل محاوله تاني. يعني تعالى نجرب بقى تاني. انا عدلت حاجه بسيطه كده في الكود، يعني رجعته للوضع الطبيعي بتاعه. فطبعا دلوقتي احنا جربنا مره خلاص. تعالى كده نجرب نعمل المره التانيه. بمجرد ما تيجي تجرب المره التانيه بيقول لك ان انت محتاج تتفرج على اد الاول، يعني لازم تشوف الاد اللي قدامك ده الاول، ولما يخلص بتاخد الريورد بتاعتك اللي هي ان انت ممكن تجرب للمره التانيه. يعني انت عندك كده مره مجانيه بالكامل، المره التانيه هتتفرج على اد بسيط زي اللي ظهر قدامنا كده. بمجرد ما الاد يخلص هتضغط كده على ان انت قفلت الاد، فكده بقى ليك مره تانيه بتجرب زي ما انت شايف اهو. بص طلعت لي 6، لكن للاسف برضو انا كده خسرت. طبعا انت كده خلاص خلصت المرتين بتوعك. فلو جيت تعمل تاني كده هتلاقي ان هو بيقول لك خلاص كده ما ينفعش تجرب للمره الثالثه، لازم تستنى 24 ساعه. يعني من اول تجربه انت بتعملها بتستنى بعد كده 24 ساعه، وبعد كده الموضوع بيتجدد تاني. يعني الموضوع مش تراكمي ممكن تحوشهم، انت كل يوم ليك 2 بس من اول ما تجرب. يعني انا جربت دلوقتي الساعه مثلا كام، 4 الفجر، فحرفيا المره التانيه اللي ممكن اجرب فيها هتبقى من بعد 4 الفجر، ما ينفعش قبل كده. وهيبقى معايا مرتين بس ممكن استخدمهم. فزي ما انت شايف اللاكي درو انا شايفها فيتشر لطيفه، يعني حاجه كده فاني ممكن تستخدمها كل يوم، وممكن تاخد بسببها كورسات مجانيه او جوائز تانيه زي ما قلت لك ممكن تضاف في المكان ده. المهم تعالى كده نبص على باقي الاضافات. طبعا نفس الكلام انا بحضرك برضو للانترفيو عن طريق ان انا ضايف لك هنا اسئله الانترفيو اللي انت ممكن تتسالها بالفعل، كل سؤال بالاجابه بتاعته. وهتلاقيني مع كل سؤال حاطط اللينك ده هيوديك على اليوتيوب لفيديو انا بشرح فيه اجابه السؤال ده بالتفصيل.
طبعا انا حاطط هنا السؤال بالانجلش والاجابه برضو بالانجلش لان انت اكيد هتجاوب بالاسلوب ده، لكن عامه الشرح بتاعي اكيد هيكون بالعربي، فبالتالي تقدر تشوف الشرح للسؤال لو انت مش فاهمه او حتى عشان تفهمه كويس، بحيث ان انت ما تبقاش حافظ الاجابه لكن كمان فاهم الموضوع بيتم ازاي. اسئله الانترفيو هتكون معتمده على المستوى، حاليا مفيش فرق صراحه ما بين الاسئله وبعض، لكن ده لان انا لسه ما ضفتش الاسئله، لان الحاجات دي طبعا بتضاف بشكل مانوالي فبتاخد وقت، فانا مأخرها شويه قبل الرفع على طول هبتدي واضيف الاسئله. نفس الكلام طبعا في اخر خانه هتلاقي ان انت عندك الفريكوينتلي asked questions اللي هي الاسئله اللي بتتسال كتير جدا، زي مثلا هل فلاتر ممكن نبني بيها اكتر من تطبيق، طب هل انا محتاج اتعلم باك اند، طب ايه نوع الباك اند اللي اتعلمها، واسئله كتير جدا بتتسال كل شويه ليا حرفيا، فانا هخليها موجوده في المكان ده. وبرده نفس النظام مع كل سؤال هتلاقي فيه لينك لفيديو بشرح فيه اجابه السؤال ده بالتفصيل. فزي ما انت شايف التطبيق فكرته كلها ان هو المفروض بيساعد الطالب على انه بالفعل يبتدي في كارير تعلم فلاتر. طبعا ممكن نتطرق لحاجات تانية في المستقبل، لكن انا دلوقتي مركز على فلاتر، سواء من حيث ان انا ابتدي واجهز لك الرود ماب اللي هتمشي عليها، بعد كده اعمل لك جدول للمذاكره اليومي، اعمل لك ريمايندر فكرك ان انت تذاكر، اعمل لك لاكي درو بحيث ان يبقى في حاجه فاني كده في اليوم تجربها عشان ممكن تكسب جايزه، اسئله الانترفيو عشان تحضر نفسك، وبرده في فيتشرز تانية انا ممكن اضيفها، لكن صراحه حبيت اطلع دلوقتي بالكور الاول، وبعد ما ناخد فيدباك ان شاء الله ممكن نبتدي ونعمل شويه تعديلات ونغير شويه من التطبيق، سواء كان من اليو اي او من الفيتشرز اللي موجوده، لان شايف ان لحد ما التطبيق بالمنظر ده ممكن بالفعل يساعد الطالب في ان هو يبتدي فعلا ويتعلم فلاتر. طبعا التطبيق ده بالفعل اخد مني وقت ومجهود وضغطني شويه، يعني انا حاولت اخلصه بسرعه طبعا لان انا عندي التزامات تانية، فبالتالي حابب اعرف فعلا رايكم في التطبيق ده وهل ممكن يفيدك ولا لا، وبرضه عايز اعرف ايه الاضافات اللي في دماغكم اللي ممكن تتحط في التطبيق عشان تفيدكم بشكل اكبر. فانا حابب اعرف كل ده في الكومنتس، بحيث ان لو في اضافه فعلا ممكن اقدر احطها عندي في التطبيق قبل ما ارفعه ابتدي بالفعل واشتغل عليها. طبعا في نقطه تانية كانت طلبت مني ان انا انشئ تطبيق كامل ككورس، يعني كورس نتعلم فيه ازاي ننشئ تطبيق كامل، فطبعا الكل كان متجه لان احنا نبني اي كوميرس اب. فانا صراحه دلوقتي شايف ان التطبيق ده كويس، يعني فيه شويه نقط حلوه جدا هتبقى اضافه لذيذه، فلو انت حابب فعلا ان احنا ننشئ كورس لبناء تطبيق كامل ونبني التطبيق ده، خصوصا ان التطبيق ده هيكون مرفوع بالفعل ففي طلبه بتستخدمه، فتطبيق موجود على ارض الواقع وفي عدد معين من اليوزرز بيستخدموه، فلو حابب فعلا حاجه زي كده ممكن تقولي عليها في الكومنتس، وممكن نعمل كورس مخصص لبناء التطبيق ده ونشوف ازاي يتبنى. هو متطبق فيه حاجات كتير، منها الادز، منها اللوكال نوتيفيكيشنز، منها الباك جراوند تاسكس، منها اللوجيك اللي اتعمل في التطبيق، منها الفاير بيز، منها اللوكال داتابيز، في حاجات كتيره جدا اتعملت في التطبيق ده على الرغم ان هو صغير جدا. لكن لو انت حابب فعلا ان انت تعرف ازاي بنينا التطبيق ده من خلال كورس برضه ممكن تقول لي في الكومنتس. بس كده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.